جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ليعطي انطلاقة الأشغال لتشييد محطة تحلية مياه البحر لتغطية جهة الدار البيضاء سطات. المحطة الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية سيكون لها الإسهام الكبير لتخفيف الأزمة المائية وإيجاد أحسن الحلول للاستجابة لمتطلبات سكان يتزايد عددهم بشكل مستمر. هذا المشروع يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقضية الاستراتيجية للماء، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة. ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور تطوير العرض المائي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2020، والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم. وستنجز المحطة الجديدة التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير جديد والمناطق المجاورة من خلال شطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وخلال الشطر الأول الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026 ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا. ستضم محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي من الجيل الجديد، قناتين لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا، وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، ومنشآت للتناضح العكسي، ومضخات للضغط العالي، ومنشأة معالجة الأوحال، ومحطة التحكم والتدبير، ومحطات ضخ مياه البحر، وخزان المياه المحلات.